الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهارده هنتكلم في فيديو جديد على قناة وديني على اليوتيوب. محتوى في فيديو النهارده بيقول إزاي أروح معرض القاهرة الدولي للكتاب. إزاي أروح معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا قبل ما ندخل في الموضوع، نتمنى إنك تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتكتبوا لنا في التعليقات لو عايزين تروحوا مكان معين، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك تشجيعا للاستمرار القناة. أهم الأفكار في الفيديو بيقول أين يقع معرض الكتاب. رقم واحد. اتنين، ما هي فكرة معرض الكتاب وماذا يوجد داخله. تلاتة، متى يفتتح المعرض. أربعة، ما هي سعر تذكرة الدخول وإزاي أحجزها. خمسة، إزاي أروح معرض القاهرة الدولي للكتاب. سبعة، آخر حاجة، نصائح القناة. أول حاجة، أين يقع معرض القاهرة الدولي للكتاب. أعلنت الهيئة العامة المصرية للكتاب عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 عام 2024 في مركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة. ما هي فكرة معرض الكتاب؟ للناس اللي طبعا اللي مش عارفة، عبارة عن معرض من اسمه نعرف ماهيته. معرض سوق كبير من الكتب في مختلف المجالات واللغات. عبارة عن 5 صالات كبيرة. كل صالة بتضم فرع A B C D، وكل فرع طبعا بيبقى فيه جناح تمام لرقم معين، بحيث يبقى كل في كذا مكان مقسم لأنواع الدار يعني. طبعا كل مكان بيبقى فيه زي نظام مثلا 4 في 4 متر، عبارة عن عرض كتب ده خاص بدار نشر معين اختلفت، سواء مثلا دار نشر دي بتهتم بالثقافة أو الفن أو اللغة أو الترجمة أو التاريخ الإسلامي أو تفسير القرآن الكريم أو زي ما أنت عايز في جميع المجالات. تمام. أيضا لم يقتصر معرض الكتاب على سوق الكبير الكتب فقط، ولكن أيضا به محاضرات وندوات وحفلات توقيع الكتب، وأيضا ورش عمل في إطار محتوى صناعة الكتاب. موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب. موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 يوم 25/1/2024 لمدة أسبوعين تقريبا. مواعيد العمل: يفتح المعرض من 10 صباحا حتى 8 مساء كل يوم ما عدا الجمعة، بيفتح حتى 9 مساء. سعر تذكرة الدخول لمعرض الكتاب. سعر تذكرة الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 5 جنيه مصري فقط لا غير. بتحجزها عن طريقتين. الطريقة الأولى وأنت داخل المعرض بتحجزها على الشباك قبل البوابة، بتقطع التذكرة وبتخش جوه، أو إن أنت بتحجزها عن طريق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبتتبع الخطوات والإجراءات وبتبعت لك رسالة على الواتس. أسهلها طبعا إن أنت بتحجز على إن أنت وأنت هناك بتقطع تذكرة. تمام. طبعا إيه الاستفادة من زيارة معرض الكتاب؟ طبعا زيارة معرض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب، كما قيل وراء كل كتاب فكرة، وكل فكرة وراء كل فكرة خطوة للأمام. فطبعا لو أنت مختار في مجال معين، تخصص معين، هتلاقي جميع الكتب والمؤلفات اللي هي ممكن تفيدك في تخصصك وتزود معلوماتك. ده يعني برضو على مستوى شخصي وعلى مستوى المجتمع. طبعا نفسيا المكان رائع جدا جدا جدا، يستحق الزيارة عنه لأنه نفسيا أنت بتتشجع على القراءة وكده يعني. رحلة يعتبر اعتبرها مثلا لو أنت مش غاوي قراءة، هو مكان ممتاز جدا لرحلة ليك ولعائلتك، رحلة عائلية يعني. وطبعا في هدايا هناك في جميع أنحاء دول العالم، هتلاقي هدايا مختلفة ممكن تشتريها هناك تبقى ذكرى طول حياتك. آه، نيجي رقم 6. ازاي اروح معرض القاهره الدولي للكتاب. ازاي اروح معرض القاهره الدولي للكتاب؟ طبعا اساسي دايما طالما هنقول ازاي هتروح، يبقى انت قدامك عربيتك شخصيه او عربيه خاصه تتفق معاها. المكان في التجمع الخامس في القاهره، مركز المعارض والمؤتمرات الدوليه. ده لو معاك عربيتك الشخصيه. لو عاوز برضه تتفق مع سواق تروح هناك، يا اما في برامج زي درايف واوبر برضه بتحجز عنهم الرحله بحيث تروح على المكان ده ايه على طول يعني. طبعا انا مش معايا فلوس، ان انا مش معايا عربيه ولا معايا فلوس اركب عربيه خاصه، او عايز الف اركب في المواصلات العامه. يعني الموضوع بكل بساطه انك هتنزل ميدان رمسيس امام مسجد الفتح مباشره،
هتنزل من سواء انت جاي من بحري، من طنطا، من بنها، من اسكندريه، من بورسعيد، اسماعيليه، اي مكان، او جاي من الصعيد من اول اسوان والاقصر ولحد المنيا وبني سويف والفيوم، هتنزل ميدان رمسيس امام مسجد الفتح مباشره. هتلاقي عربيات ميكروباصات السواقين بيندهوا معرض القاهره لدار الكتاب او معرض الكتاب، تركب معاهم مباشره لغايه المعرض، وانت جاي برضه هتلاقي عربيات رايحه رمسيس. وفي ايضا اتوبيسات خاصه بوزاره النقل العام بارقام 10 18 او 10 63 و11 11 و11 37. تمام. طبعا نصائح مهمه جدا للي راح، نصائح القناه للي رايح معرض الكتاب. اول حاجه البس كوتشي مريح علشان رجلك، عشان هتمشي كتير هناك جدا، مش هتحس بالمشي، فعشان رجلك ما تتعبش وما تديش عليك. خد ميه معاك وخد اكل، وكل كويس قبل ما تطلع لانك هتبذل مجهود كبير يعني هناك. هات شنطه معاك، شنطه كتف، بحيث لو هتشيل كتب او حاجه تعرف تتحرك في المكان. المكان نفسه مريح جدا وامان جدا لو معاك اسره. يا ريت تحدد هدفك قبل ما انت طالع هناك. هل انت مثلا عايز تشتري مكان كتاب معين فتعرف مكانه فين بدل ما تلف كتير، او انت عايز مثلا تاخدها زي رحله، خد معاك شاحن او باور بانك عشان ما تفصلش. لو انت هتقعد الجو بالنهار حلو جميل، لو هتقعد بالليل الجو بيسجع، فخد معاك جاكيت او حاجه تدفيك. تمام. خد صور للذكرى، لان المكان ده بيقام مره واحده في العام لمده اسبوعين، مش هتنساها ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لنا لايك تشجيعا لنا والاستمرار في القناه. والناس اللي ما اشتركتش معانا في القناه تشترك وعملوا صعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم، وصعب لما اروح انام مفضلش راجع